كلب ضاضة بيعيط عليه. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أخطر وأغرب القضايا والجرائم والحوادث الشائعة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث بجريدة أخبار السياسة والطاقة. حلقتنا اليوم مؤسفة للغاية. ضاضة رضا ابن الفنان إسماعيل الليثي اللي صورته قدام منكم ده، هو الكلب بتاعه الحنون، كلبه الوفي. ضاضة الشهر على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انه طفل بيضحك الناس وبيعمل حركات وبيطلع الناس من الكبت اللي هي فيه. كان له متابعين بالالاف. طبعا ضاضة ابن اسماعيل الليثي، واسماعيل الليثي ابن عم محمود الليثي وابن عم حمادة الليثي. اسماعيل الليثي يعني كان معاه 7 اخوات، وقف معاهم وجنبهم رباهم، واتجوز يعني بلوجر وتيك توكر شهيرة اسمها شيماء. خلف ضاضة وبنتين. كانت حياتهم كلها سعادة ومغمورة بالسعادة. وضاضة كان له شعبية عارمة كبيرة جدا. لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن لما ضاضة كان عند جدته في امبابة، وجدته راحت تجيب معرفش ايه، كانت نزلت السوبر ماركت ولا اتجهت للأوضة التانية الغرفة التانية ولا عملت حاجة. في لمح البصر رجعت ملقتهوش. يا ضاضة يا ضاضة، بصت لقيت السواد شغال تحت. ضاضة وقعت تحت. على ما نزلت الدنيا اتلمت، ضاضة وقعت. ضاضة وقع مات. حزن وأسى عم الوطن العربي ومصر لموت ضاضة، لأنه كان طفل محبوب جدا جدا. من هنا يروح يوكلوا الكلب بتاع ضاضة بعد ما استقبلوا العزاء، وحضروا فنانين وفنانات كبار ومشاهير ورجال أعمال. كل الناس تعاطفت مع إسماعيل الليثي، لأنه ضاضة كان محبوب جدا جدا. كل اللي ملوش راح عزة إسماعيل الليثي وزوجة إسماعيل الليثي. الكلب بتاع ضاضة راح يودوله أكل، لا راضي ياكل ولا يشرب زي ما حضراتكم شايفينه في الصورة. ده كلب ضاضة منتحب وحزين وبيبكي وبيعيط زي الناس، كأنه بني آدم بيعيط. سبحان الله، لا راضي ياكل ولا راضي يشرب من ساعة ما ضاضة مات. وده كله ناتج عن الوفاء. ده فيه ناس مش وفية زي كلب ضاضة ده. وضاضة في مرة من المرات في فيديو على التيك توك يعني بث مباشر، راح يجيب وجبة طعام للكلب. أمه بتقوله ب 800 جنيه بحالها، قال لها ب 800 جنيه مش خسارة فيه. وكان بيصطحب الكلب في كل مكان ويلعب وهو وياكل ويشرب ويهتم بيه ويسبح. من هنا لما مات ضاضة حس الكلب بالألم والوجع، حس الكلب بالفراق، حس الكلب ان هو ضاضة راح من الدنيا وورا الثرى. لما لقي الناس لابسة اسود، امه تعيط وابوه يعيط، زي يقول لك ضاضة راح فاه، لا راضي ياكل ولا يشرب ويبكي ويعيط الى وقتنا هذا. والله ان هذا الوفاء وفاء كلب ضاضة رضا اسماعيل الليثي ليدرس في اعلى الجامعات واعرق الجامعات العالمية يا سادة. كان زمان راجل وابنه قاعدين في بيت، والراجل قال لابنه بقول لك يا ابني، عايز تعرف مدى وفاء زوجتك ولا الكلب؟ قال له يا ابوي. قال له روح عند الملك واسأل الملك كيتو وكيتو وكيتو وكيتو. راح الولد فين عند الملك، قال له يا جلالة الملك. قال له اه. قال له انا جايلك في مأمورية. قال له مأمورية اه. جه ماسك العصاية ودور الضرب في مرته صوتت، تعرف تضربني تعرف تضربني، ومسكت ايده. يا جلالة الملك، ده حبس ابوه في البدروم في الدور الارضي يا جلالة الملك، وهو بيعذب فيهم مش راضي يوكل ولا يشرب. جه ضرب الكلب بالعصاية، الكلب طلع يجري ويبكي وهيتجنن. واول ما قال له تعالى تعالى، جه الكلب رجع عليه زي اللي يقولوا لبيك وسعديك، انا بين ايديك، انا كلبك الوفي. لكن الزوجة لما اتضربت قرت عليه. حينها تذكر هذا الرجل الشاب وقال لقد وقعت وصية ابي وكلام ابي اني يعني لا وفاء بعد وفاء الكلاب. فلما تدور ان النهاردة كلب ضاضة بقى وفي، اوفى من ناس كتير غدارة، اوفى من ناس كتير اشرار، اوفى من ناس كتير يعني معدومين الضمير، سفهاء سفهاء. شوف كلب يبكي وينتحب على فراق الطفل صاحبه عشان كان بيقدم له الطعام والشراب. تيجي بني جلدة البشر لما ممكن تقدم اكل وشرب وتدي الواحد فلوس كمان وتكرم وتحسن مسواه، وفي الاخر يخونك. لما تبقى معاك ضيف جايبه في البيت ولا صاحبك
ومن تاني جنب يلتوي ويلتفت على زوجتك وياكل بعقل عيش طحنية وحلاوة ويعاشرها معاشرة الأزواج، دي كلها خيانات. لكن الكلب عمره ما يخون، الكلب الوفي. لما الطفل ضاضة مات الذي لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم، لسه شاب بريء، طفل بريء عفوا، وكلب يعمل كده، يبقى هي دي المروءة، وهو دي الوفاء وقمة الوفاء. نتمنى ان الناس وبعض البشر يبقى عندهم وفاء للأعراف والمواثيق يا سادة، كما الكلاب ضاضة كل الناس حزنت عليه، لأنه كان طفل لطيف وكان له شعبية جارفة، وكان بيضحك الناس ويطلعهم من فجوة الكبت والحزن والزعل اللي هم فيه. كانت ناس يعني متابعين بالآلاف والملايين كمان لضاضة ده، ولكن العين حسدته، العين جت فيه. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الجمل القدر وتدخل الإنسان القبر. العين حق يا سادة، العين حق يا سادة. الولد قصف نصين مع جدته في الدور العاشر، ونزلت تجيب حاجة ولا دخلت الأوضة التانية، طلعت في لمح البصر ملقتوش. الولد طلع يتدحرج لحد ما وقع، يا ناري. كانت النتيجة الدفن يعني ضاضة وورا الثرى. لكن يعني آلاف البشر وملايين البشر اترحموا عليه، رحم الله ضاضة، الطفل ضاضة رضا إسماعيل الليثي، وتغمده بواسع رحمته، وجعله يا رب، وجعله الله يعني شهيدا من الشهداء، لأن ما دون الحادث شهيد. وجعله الله شفيعا لأبواه يوم العرض الأكبر والزحام، يوم العرض الأكبر والزحام، جعله الله شهيدا لأبواه. وعزاءنا لأسرته ووالده وأمه بمزيد من الصبر ويعني المواساة والسلوان بنا وبكم. يتجدد اللقاء.